قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. أعد الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. يعني لا يخرج يا رسول الله؟ لا يخرج. من رأى من أميره شيء يكرهه فليخرج؟ لا، الحديث ما هو كذا، فليصبر. هذا الحديث من أشد الأحاديث على دعاة الخوارج، والله وبالله وتالله ود الواحد منهم لو يمحى هذا الحديث من أحاديث رسول الله ويخفى عن الناس، لأن هذا الحديث يفضحهم ويبين عوارهم للناس. خلاص. وهذا الحديث هو دائما الذي يصفوك إذا ذكرته بأنك مدخلي وجامي. هذا الحديث، احفظ هذا الحديث الذي يجعلك مدخلي وجامي عند هؤلاء المخزيين في الدنيا والآخرة. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. كلمة فليصبر هذه ضد منهجهم، لأن منهجهم ليس فيه صبر، وإنما منهجهم خروج، اخرج، جاهد، افعل، كسر، حرق. عرفت؟ فما عندهم هؤلاء هذا المنهج، هذا منهج رسول الله، ولكن منهجهم هو منهج الشذوذ عن الجماعة كما في الحديث الأول. قال: فليصبر فإن من فارق الجماعة قيد شبر، وفي رواية شبرا، مات فميتته جاهلية. قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتته جاهلية. فميتته إيش؟ ميتة جاهلية. رواه البخاري في الفتن، ومسلم في الإمارة، ورواه الدارمي في السير، والإمام أحمد في المسند. عرفت؟ هذا الحديث الذي جعلك جامي ومدخلي. احفظ. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاميا؟ هل كان رسول الله مدخليا؟ هل كان وهابيا؟ أم إنها نبذات اخترعها أهل الباطل، أهل السوء، أهل الهوى والغش والتدليس على المسلمين، حتى ينفروا الناس عن الحق الواضح الجلي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاحذروا دعاة الفتن والثورات، دعاة الباطل، دعاة الإفك، دعاة الفجور، الذين هم على طريقة الجاهلية وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، يحسنون أنهم دعاة صحوة، يحسنون أنهم دعاة فضيلة، ووالله إنهم دعاة هوى وضلال وانحراف وشذوذ عن الجماعة، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه النصوص كلها دلت على ماذا؟ على وجوب لزوم الجماعة، وعلى عدم منازعة أهل الأمر أمرهم، وعلى الوعيد الشديد لمن يخالف ذلك من مفارقة الجماعة والخروج على ولي الأمر، وكذلك أيضا على وجوب طاعة ولي الأمر فيما أطاع الله وأطاع رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فخلاصة القول: كن على السلفية قولا وفعلا، قولا وفعلا، وإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لا عليك في قول فلان أو علان أو الشيخ فلان قال وقال المصلحة في ذلك، كل هذا من الأباطيل وأراجيف إبليس ووساوسه التي يلقيها على هؤلاء. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، يعني عند أهل الجاهلية، وأن السمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله فاتبع رسول الله في المخالفة. فإن كنت صادقا في محبتك واتباعك فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي أمرك بالصلاة والزكاة والحج والصدقة والبر والصلة، فلماذا تأخذ بقوله في الحج والبر والصلة والزكاة والصلاة وغير ذلك، ولا تأخذ بقوله في طاعة ولي الأمر؟ ما هو إلا الهوى يا صاحبي. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإن كنت صادقا في دعواك محبة رسول الله اتبع، لا نريد كلاما في الهواء، اتبع، أرنا قولك وعملك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية ليرى صدقهم،
ليرى صدقهم أهم يحبون الله صدقا أم لا. إن كانوا يحبون الله لاتبعوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فخالفهم رسول الله. الله أكبر. كما قلت لك في الدرس الماضي واللي قبله، دعوة النبي مخالفة أهل الأهواء وأهل الباطل وأهل الشرك، دعوتهم مخالفتهم، لأن الإسلام جاء بمخالفة كل باطل، ولذلك كان الإسلام فرقانا، ونزل القرآن فرقانا بين الناس، وإن من أوصاف محمد أنه فرقان بين الناس. فرق الله بمحمد بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين السنة والبدعة، بين الهوى والاتباع. فكن خلف نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تكن خلف أهل الأهواء هؤلاء لتنجو، فإن آخر هذا الطريق إما جنة وإما نار. فاعمل لهذا اليوم. قال الشيخ رحمة الله عليه فخالفهم رسول الله وأمر بالسمع والطاعة لهم، يعني لولاة الأمر، والنصيحة. ضع تحت النصيحة هذه 1000 خط، لأنها التي تفرقك وتميزك بين أهل الأهواء. ما عندهم نصيحة هؤلاء، وإنما النصيحة عند أهل السنة فقط، وهم الذين يعلمون معنى النصيحة وكيفية النصيحة وشروط النصيحة وضوابط النصيحة. لن يعطيك معنى النصيحة بضوابطها وشروطها وآدابها إلا أهل السنة، لأنهم هم أهلها. نعم، فخذ العلم من أهله يا صاحبي. بارك الله فيك. قال وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. الله أكبر. هذا يتلألأ فقه الشيخ، يتلألأ لك علم الشيخ. قال وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد، يعني هذا أمر لا مجاملة فيه ولا هوادة فيه. ولذلك قال الله عز وجل لرسوله في سورة التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الغلظة في مثل هذه المواقف محمودة ممدوحة عند الله وعند رسوله. ولذلك يعظم الرجل وقدر الرجل في الناس بما رفع من قدر السنة، وغلظ على أهل البدع.